بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندرية. الجولة النهاردة على شاطئ وانلي واو ألف نون لام ي. ده شاطئ من احد شواطئ منطقة المنظرة. شاطئ ولي ده العنوان بتاعه فين؟ في منطقة المنظرة يا جماعة. ده شاطئ من شواطئ منطقة المنظرة اللي جنب المنتزه. تمام، لان المنظرة لها كذا بوابة. احنا طبعا صورنا فيها شاطئ المنظرة المجاني وشاطئ وشاطئ المنظرة المجاني ومعاه برضو شاطئ ذوي الهمم، وصورنا لكم طاحونة المنظرة. والنهارده في شاطئ من شواطئ المنظرة اسمه شاطئ وانلي. النهارده بقى هنتعرفوا على اجواء الشاطئ ايه وسعر التذكرة بتاعته، وهتشوفوا شكله وتشوفوا الموجة وتشوفوا كل حاجة ان شاء الله من خلال الفيديو. بس يا ريت لو بتشوفونا لاول مره حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على وضع الكل حتى يصلكم مننا كل جديد. احنا في واقفين على الكورنيش بنصور لكم الاجواء دلوقتي من قدام بوابه الشاطئ اللي هو شاطئ ولي. تمام، وهندخلوا دلوقتي على الشاطئ من جوه، بس حابين بس نعرفكم كده الاجواء الاول ايه بنصوره واحنا واقفين على السلم اللي بيبقى قدام الشواطئ ده. السلم ده كده ممكن الناس تقعد تطلع عليه وتقعد وتتفرج على الشاطئ من على السلم. بيبقى منظر حلو جدا يعني، وكأنهم قاعدين جوه يعني، تتفرج عن بعد كده. تمام، ده منظر الشاطئ من بره كده. دلوقتي احنا هندخل بقى على الشاطئ وهنجيب لكم الاجواء ايه. احنا دلوقتي داخلين، ده مدخل الشاطئ بقى. حاطين لنا اشجار على اليمين وعلى الشمال. في هنا كافيه اهوت. الكافيه لو حابين تشربوا تقعدوا. الاسعار سياحيه، مش رخيصه يعني ممكن كوبايه الشاي ممكن تعمل لها من 17 ل 20 حسب الكافيه وحسب الشاطئ يعني. سعر الشاطئ ده كام بقى؟ 15 جنيه للفرد شامل كرسي وشمسيه. يعني تدفعوا ال 15 جنيه بره وهتدخلوا تقعدوا على الكرسي والشمسيه فوق منكم، ومش هتدفعوا حاجه تاني خلاص. مش هتدفعوا بره وتدخلوا تدفعوا جوه، لا، هو ال 15 جنيه شامله كرسي وشمسيه. الاطفال على ما اعتقد من 7-8 سنين بيبداوا يدفعوا تذاكر. ممكن يبقى اللي قاعد على بوابه الشاطئ راجل محترم كده وذوق ما بياخدش من الاطفال تذاكر بس. وفي ناس بتقول لا، بتتبع التعليمات بالظبط. الاطفال من 7 سنين يدفعوا تذاكر، مع ان انا شايفه والله رايي انا يا جماعه في الموضوع، الاطفال 7 سنين تذاكر ايه؟ ده عيل صغير لسه. المهم بس انا بقول لكم يعني اللي فيها ايه. الاطفال من 7 سنين بيدفعوا تذاكر. التذكره 15 جنيه شامله كرسي وشمسيه. هندخلوا بقى على الشاطئ علشان نشوفوا اجواء الشاطئ ايه ومنظر الموجه ومنظر الدنيا ايه يعني كده في الشاطئ. اجواء الشاطئ ده ايه يعني. تمام، هما هنا فارقين كده لو خدتوا بالكم من على اليمين في عاملين حاجز كده، بيبقى حاجز ما بين شاطئ وشاطئ بقى. البدال اللي قدامنا اللي لونه لبني ده بتنزلوه طبعا. اللي عاوز يأجره بيأجره مثلا بالربع ساعة او بالنص ساعة زي ما تحبوا، وليه سعر معين. بتلفوا لفة كده في المية وترجعوا تاني. محدش بيركب معاكم غيركم انتوا يعني، بس مش مثلا الراجل صاحب البدال بياخدكم يلف بيكم لفة، لا، بيبقى مثلا الزوج والزوجة والأولاد راكبين، أو الزوج والزوجة بس، أو الأولاد بس لو بيعرفوا يعني، لو كبار يعني، وياخدوا لهم لفة كده بالبدال ويرجعوا تاني. العوامات السوداء اللي متعلقة ديت برضو للإيجار. كل حاجة موجودة قدامكم هنا على الشاطئ للإيجار. لو حد عاوز يأجر عوامة اللي هو السوداء اللي قدامنا ديت. في عوامات مقاسات للصغيرين وللكبار شويه، فبرضو ايه لو حابين تأجروا عوامة عشان خاطر لو يعني للأمان شويه، مثلا تحطوا فيها العيل كده عشان خاطر تبقى رافعه العيل ما يغرقش يعني، بتأجروا من هنا. طبعا منطقه المنظره لها كذا شاطئ، فانا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو نزلت لكم طاحونه المنظره المميز وقلت لكم السعر في الفيديو ايه، والشاطئ المجاني من غير ولا جنيه، وعاملين حته لذوي الهمم. والنهارده ولي، وان شاء الله شواطئ المنظره كلها هتنزل فيديو ورا التاني. وانتظرونا بقى بفيديوهات كتير. شايفين منظر الشاطئ عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، نظيف جدا، مفيش ورقه مرميه، مفيش اي حاجه مرميه، الدنيا منظمه ونظيفه. كل الشواطئ في اتم استعدادها لفصل الصيف وللمصيفين. لسه الاجواء في المصايف لسه هاديه جدا وخفيفه،
ولسه بقى المصايب هتشتغل بجد بعد العيد يا جماعه، وعلشان خاطر هيكون الكليات خلصت امتحانات والثانويه العامه وكله خلص، فما عادش في حاجه خلاص غير ان احنا بقى نصيف والعيد عدى خلاص. كل عام وحضراتكم بألف خير. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعرف على الاستاذ اللي بعيش عندك.